تحية كاريوكا كانت أكتر من مجرد فنانة. من سنة 48 دخلت عالم السياسة بإرادتها. كانت بتنقل سلاح للفدائيين في عربيتها وبتقاوم العدوان سنة 56، واتقبض عليها واتسجنت أكتر من مرة. وفي يوم ساعدت شاب اسمه أنور السادات علشان يهرب من الإنجليز، وودته عند أختها في الإسماعيلية وفضل هناك متخفي سنة كاملة. وعدت السنين وبقى الشاب ده رئيس مصر. وفي عيد الفن سلم عليها وقال لها: فاكرة يا تحية لما خبتيني؟ ضحكت وقالت له: طبعا فاكرة، دي أيام مش ممكن تتنسي. قال لها: اطلبي أي حاجة، أي حاجة نفسك فيها. ردت من غير تفكير وقالت له: أنا مش عايزة حاجة لنفسي، بس في حد محتاج أكتر مني. زينات صدقي بقت كبيرة ومريضة، مفيش شغل، يا ريت تاخد معاش تعيش منه. وتاني يوم السادات أصدر قرار بمعاش استثنائي لزينات صدقي. تحية كانت ست 100 راجل. لو لسه فاكرين تحية كاريوكا، قولولنا ايه أكتر فيلم بتحبوا تتفرجوا